بيبدأ الفيلم مع ساتيا واللي بيكون باين من مظهرها ان هي من طبقة الأثرياء، وبتكون قاعدة مع الدكتور وبيعرفها ان هي هتموت خلال سنة بالكتير، وعلشان كده بتروح لصاحب ابوها وبتطلب منه ان بنته تعيش معاها علشان يتعرفوا على بعض وتكون مطمنة انها مش هتسيبه لوحده. لكن روب بتكون رافضة وبيروح ابوها علشان يقنعها وبيضغط عليها ان هو مش هيقدر يجوز اخواتها، وساتيا بتكون هي اللي هتتكفل بكل المصاريف مقابل ان هي تعيش مع والد ساتيا. علشان كده بتضطر توافق، لكن بشرط ان هي تتجوز ديف جوز ساتيا حفاظا على سمعتها بين الناس، لانها بتكون شايفة ان سكنها في بيت ساتيا من غير رابط هيبوظ سمعتها، وكمان ما بتكونش ضامنة بعد موت ساتيا ان ديف هيتجوزها. وعلشان كده بتضطر ساتيا ان هي توافق، وفعلا بتعمل فرح. ولما بيخلص بيروح ديف لروب وبيعرفها ان هو مش معنى ان هو اتجوزها يبقى بيحبها، لانه بيكون متعلق بمراته. فبيقول لها ان علاقتهم هتكون قايمة على الاحترام وما تنتظرش الحب، وبيتمنى ان قلبها يكون كبير ويقدر يسامحه. وهنا بتحس روب بالحزن والاحتكار، علشان كده بترفض انها تفطر معاهم، وبتأمر ساتيا الخدم ان هم يطلعوا لها اكل. وبنشوف ظاهر واللي بيكون حداد وكمان بيكون ماهر في شغله جدا، وكمان بيبيع سيف لواحد من التجار الهندوس. وللاسف التاجر بيحاول ان هو ينصب عليه في سعر السيف بحجة ان هو ابن غير شرعي، ده غير ان ظافر بيكون مسلم. وبيتعصب ظافر عليه لدرجة ان بتقوم خناقة بينهم. وبنعرف ان المسلمين بيكونوا منبوذين، علشان كده بيعيشوا في هرمندي واللي بتكون مكان معزول عن باقي الديانات. وبتروح ساتيا تزور روب في اوضتها واللي ما بتكونش غيرت فستان الفرح، وبتقول لها ان ساتيا هي اللي اقنعت ديف بشغل روب معاه في الجريدة. لكن روب بتقول لها ان هي هتتعلم الموسيقى في هرمندي، وهنا بتنفعل ساتيا لانه مكان منبوذ وسيء السمعة. لكن بتصمم روب على قرارها، فبتروح ساتيا تقنع راجا بفكرة روب، لكنه بيتعصب لان ده هيضر بسمعة العيلة. لكن ساتيا بتعرف تأثر عليه وبتخليه يوافق علشان تنجح فكرتها وتخلي روب وديف يتقربوا من بعض. وبتروح روب لهرمندي مع جومي وبتزور بهار اللي بتعجب بأدائها وبصوتها، لكنها مش بتكون مقتنعة بشكل كبير. لكن لما بتعرف ان روب من عيلة ديف بتقرر تديها فرصة تانية، وبتطلب منها ان هي تجيلها تاني يوم. ولما بتخرج روب بتشوف ظاهر واللي بيحاول بأي وسيلة ان هو يتعرف عليها، لانها بتكون عاجباه بعد ما سمع صوتها. لكن روب مش بتديله فرصة. وبالليل بتروح روب تشوف ديف وبتطلب منه انها تشتغل فعليا مش مجرد تقضي وقت في الجريدة، وبتطلب منه ان هي تكتب مقال عن هرمندي. وبيوافق ديف بشرط انه لو لقى المقال يستحق النشر. وعلشان كده بتروح تاني يوم تسأل عن عبدول، وهناك بتقابل ظافر مرة تانية واللي بيسألها عن جوزها لكنها مش بترد. وبيقنعها ظافر انه احسن حد ممكن يعرفها عن هرمندي، لانه بيعتبرها موطنه الحقيقي واللي نجح يعيش فيه رغم ظروفه الصعبة. وبيطلب منها تقابل يوم الجمعة في وادي اسمه مكان. وبنعرف ان في اليوم ده بيكون فيه مصارعة تيران، وظافر واحد من المصارعين واللي بينجح ان هو يتغلب على الطور. وبعد الماتش بتعاتب روب لانها بتكون خافت من المصارعة، لكن ظافر مش بيكون همه لانه بيعتبر حياته بائسة، فبتسيبه وبتمشي. وبيجي عبدول وبيحذر ظافر لانه بيعتبر روب بنت طيبة، وكمان بتكون متجوزة ومش من نوع البنات اللي بيتسلى بيها. وفي يوم بتكون روب خارجة من عند بهار بعد الدرس، وبتشوفها بهار مع ظافر وبتحس بالقلق والخوف على روب. وبالليل بتروح بهار لبيت ظافر وبنعرف انها بتكون امه، وبتحذره ان هو يقرب من روب لان ملهاش ذنب في اللي عمله ابو ضيف. وبنعرف ان بهار اتجوزت ابو ضيف ولما خلفت بعد عنها، علشان كده رمت ظافر في الشارع علشان كانت مفكرة ان راجا هيرجع لها. لكن للاسف كان خايف على سمعة عيلته، خصوصا ان هي كانت فتاة ليل. وعلشان كده ظافر بعد عنها وعاش لوحده، وقرر ان هو ينتقم من عيلة ديف ويخلي روب تحبه علشان يجيب لهم العار لما يهرب معاها ويخلي ابوها يترجاه وكمان يتأسف له. وبنشوف راجا وهو بيحذر ديف من اهمال الروب لان بكده هي ممكن تهرب من البيت. وبنلاحظ ان علاقة راجا وديف بتكون سيئة جدا بسبب كره ديف لابوه، لانه كان في علاقة غير شرعية وكسر قلب امه اللي عاشت مستحملة اهانته. فبيقول له ديف ان هو بيحترم روب وبيقدرها. وفي الوقت ده بتشوف روب حلم سيء وبتقوم مفزوعة لانها شافت حرب بين المسلمين والهندوس. وتاني يوم بنشوف عبدول واللي بيكون حزين لان البريطانيين قرروا يستبدلوا الحدادين بالآلات، وده هيقطع شغلهم واللي بيسبب غضب كبير بين الناس. وبنشوف روب وهي مع بهار وبتحكي لها عن حبها لظافر، لكن بهار بيقول لها ان دي خيانة، ومش معنى ان هو يبقى جواز ورقي يبقى لها الحق في الخيانة تحت اي مسمى. وبنشوف عبدول في مكتب ديف وبيطلب منه ينشر مقر للتشهير بالآلات البريطانية علشان شغلهم كحدادين يستمر. لكن ديف بيرفض لان كده هيضر بمصلحة البلد، وبيطلب من عبدول يشتغلوا في مصانع البريطانيين كعمال.
لكن عبدول بيرفض لأن بكده هيتم استعبادهم، وبيخرج من المكتب وهو غضبان، وبالصدفة بيشوف روب وبيعرف إن هي مرات ديف التانية وبيضحك بشكل خبيث. وفي يوم بتروح روب لظافر لكنه بيتجاهلها، وبنلاحظ إن هو ما عادش بيكلمها بدون ما تعرف السبب. وفي كل مرة بتروح ماهندر بيرفض يكلمها أو يقابلها لدرجة إن هو بيقابل ستات غيرها. وفي يوم بيقرر راجا إن هو يسيب البلد ويهاجر، لكن ديف بيرفض لأن ساتيا تعبانة. لكن بنلاحظ إن روب بتحس بالقلق والخوف من قرار الرحيل، علشان كده بتروح تاني يوم لظافر وبتعترف له بحبها، وبتقول له إن هي مش هتقدر تنكر مشاعرها لوقت طويل. لكن بيصدها ظافر وبيطلب منها تبعد عنه لأنه بيستغلها، وكمان بيقول لها إن هو اختار إن هو يخسرها. فبتتأثر روب من كلامه وبتمشي. وخلال أيام بتموت ساتيا وبيتأثر البيت لمدة شهور، وبيخيم الحزن على المكان لدرجة بتخلي ديف يهمل شغله وكمان ينشر مقالات ضد الحدادين. وبتروح روب تتكلم معاه لكنه بيرفض وبيخرج من البيت وبيقعد على النهر، وبيتفاجئ بوجود ظافر وبيتكلموا مع بعض. وبيعرف ظافر ان ديف بيكون حزين، وبينصحه ان هو يدور على اساس حزنه وحياته كلها هتتصلح. وكمان ديف بيعرف ان ظافر بيحب بنت متجوزة، وبينصحه ان هو يتكلم معاها لان ممكن الكلام يحل كل حاجة متعقدة. وبتتطور علاقتهم وبياخدوا ظافر عشان يحتفلوا معاه في عيد المسلمين. وفي الوقت ده بيكون راجا متضايق بسبب تأخير ديف بره البيت واللي بيكون مش من عادته، وبيروح لروب وبيقول لها ان ساتيا كانت بتهتم بالامور البيت والمفروض ان دي مسؤوليتها. لكن بتقول له روب ان هي مش هتعرف تحل محلها، فبيطلب منها راجا تهتم بجوزها وبيخرج من البيت. وبتعرف روب ان ديف في الاحتفال وبتروح تجيبه، وبتفاجئ ظافر من وجوده وبيبتسم لانه بيكون فاكر ان هي جايه عشانه. لكن بيتصدم لما بيعرف ان ديف بيكون جوزها، وكمان الاكبر ان هو بيكون اخوه من الاب. وبيطلب ديف من روب تديله فرصه تانية وكمان ممكن تنفصل لو حابة، وبيسيب لها حرية الاختيار. وبنعرف ان راجا راح يزور بهار في القصر بتاعها، وبيطلب منها تبعد ظافر عن عيلته، وبتستعجب بهار من زيارته. وبيقول لها راجا ان علاقتهم كانت غلطة، لكن بتقول له لو كانت غلطة ليه كان بيرجع لها دايما. وبتقول له ان هو كان بيحبها لكنه انسان اناني، وبتطلب منه يمشي. وهنا بيجي ظافر واللي بيكون اول مرة يشوف ابوه، وبيسأله راجا عن الهدف من انتقامه. فبيرد ظافر ان هو لو كان عنده اخوات تاني، ولكن بينفي راجا وبيقول له ان عنده عيله واحده وبيحكي شرفها. علشان كده بيقول له ظافر يبعد روب عنه لانها بتحبه. وهنا بيضربه راجا وبيقول لبهار ان هو كان غلطه وكان لازم تجهده، فبيهجم ظافر عليه. لكن بيتفرق بينهم بهار، فبيتوسل له راجا ان هو يبعد عن ديف. وبيعرف ان هما اتقابلوا، وبيقول له ظافر ان ديف عنده كل حاجه الا السعاده لانه فشل ان هو يدي ابنه الحب. وبيقول له ظافر انه كان هدفه يشوفه مذلول وبيترجاه ومش طالب حاجه تاني. فبيقول له ان هو مخدش منه اي حاجه ما عدا حب الروب، علشان كده بيطلب منه يديها له. وبيتعصب عليه راجا وبيحذره يقرب منها والا هتكون العواقب وخيمه. وهنا بيتحدى ظافر وبيسيبه وبيمشي. وبيطلب راجا من بهار تقف جنبه لانها عارفه ان اللي بيعمله ظافر غلط. وبيكون ظافر ماشي في الطريق وبيطلع عليه بلطجيه وبيضربوه، لكنه بيتغلب عليهم. وبنعرف ان اللي بعتهم بيكون عبدول. وبيجي عبدول وبيواسيه وبيقول له ان هو هينتقم من الروب لانها السبب ان هو ينضرب. وبنعرف ان عبدول عاوز يبوظ العلاقات ويضم ظافر للحرب ضد ضيف، لكن ظافر بيحذره من اذيه روب. وفي الوقت ده بتروح بهار لبيت روب وبتقول له ان ظافر كان بيستغلها ومش بيحبها لانه كان عاوز ينتقم من ديف وابوه ويستخدمها كوسيله ضده، والاحسن ان هي تبعد عنه. وعلشان كده بتقرر روب تدي ديف فرصه تانية وتكمل في جوازها. وبيعرف ظافر باللي حصل وبيروح يتخانق مع امه لانه عرف انها السبب في بعد روب عنه. وتاني يوم على الفطار بتعرف روب لديف انها حبت واحد، وبتقول له ان علاقتهم هتكون قايمه على الاحترام، وبتتمنى انه قلبه يكون كبير ويقدر انه يسامحها. لكن ديف بيقول له ان العلاقه بين الازواج لازم تكون قايمه على الحب وبس، وبيسيبها وبيمشي. وبيقوم ظافر من النوم وبيلاقي ان في ثوره في الحي، وبيكون عبدول قرر يعلن الحرب ضد ديف بعد ما البريطانيين جابوا الالات وشغلوا المصانع. وبيقول عبدول لظافر ان لو موقفش معاهم هيكون ضدهم وهيقتلوه. وبيجي الليل وبتكون روب لوحدها في البيت وبتنادي على جومي، لكن بتتفاجئ بظافر واللي بيعتذر لها عن اللي عمله. لكن بيقول لها ان هو بيحبها لانها عوضته عن كل الوجع اللي سببه ابوه. وللاسف بيهجم الثوار على بيت روب وبياخدها ظافر وبيهربوا. وفي الوقت ده بيكون الثوار دمروا مكتب ديف وبيكونوا هيقتلوه، لكن بيجي ظافر وبينقذه. وبيروح لبيت بهار لكنها بتقول له ان هي مش هتقدر تخبيهم لان الثوار بيدوروا في كل البيوت. وبياخدهم ظافر للمحطه وبيقول لهم يطلعوا القطر، لكن
ديف بيتمسك بيه علشان يركب، فبيرفض ظفر لان عبدول صاحبه ومش هيأذيه، وبيطلع واحد من الثوار وبيركب القطر وبيهجم على ديف لكنه بيتغلب عليه، وبيجي عبدول وبيحاول ظفر ان هو يمنعه لكن بيضربه وبتقوم بينهم خناقه شرسه، وبيضربوا عبدول وفي اللحظه دي بيشتغل القطر، وبتنادي روب على ظفر علشان يركب لكن في كل مره بيوصل لها بيضربوه واحد من الثوار لحد ما بيجي عبدول وبيطعنه ومش بيتحمل ظفر وبيموت، وبتروح روب مع ديف لمدينه جديده وبيكملوا جوازهم وكل واحد فيهم قلبه مع حد تاني، وبيكون الحاجه المشتركه بينهم هي بس الألم. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.